المانيفستيشن. هقول لكم ايه هو الروتين اللي انت محتاجه تعمليه كل يوم بشكل يومي عشان تحققي وتوصلي للهدف اللي انت بتحلمي بيه. فما تنسوش تشتركوا بالقناه حالا عشان يوصلكم الفيديوهات اللي هنزلها الايام الجايه بسلسله المانيفستيشن، وتفعلوا جرس الاشعارات وتتابعوني على الانستجرام، دايما بنزل لكم تيبس وتراكس. ودلوقتي هنتكلم عن المانيفستيشن روتين. ايه هو الروتين الصحيح المظبوط اللي المفروض نعمله للمانيفستيشن اللي يساعدنا ان احنا نحقق كل احلامنا وطموحنا؟ حاجه حابه اوضحها يا جماعه، ان احنا هنا ضيوف في البيت، مش بيتي، فاي صور او اي انتيكات موجوده في البيت فهي لا تمثلني، ما عدا الشيء الصغنن اللي ماشي ورايا ده. يس كم هير، يس يس هنتكلم دلوقتي عن الروتين بتاع المانيفستيشن. زي ما قلنا كده في الاول، ايه هو المانيفستيشن؟ هو عباره عن اتحاد العقل والروح والجسم مع بعض كده، بيعملوا يونيون حلوين مع بعض. فزي ما قلنا المانيفستيشن عباره عن محتاجين نمارسه كل يوم عشان يتحول للعاده، والعاده دي تبقى سكيل، مهاره. طيب ايه هو الروتين بتاع المانيفستيشن؟ اول حاجه يفضل عشان ما تنسيش، او يعني مع رتم الحياه السريع ما تنسيش، خلي دايما المانيفستيشن روتين ده اول حاجه تعمليها اول ما تصحي من النوم. ليه؟ لان العقل بيبقى في ويف معينه، احنا محتاجين الويف دي اول ما بنبقى صاحيين من النوم. العقل بيمر على كذا ويفز، فاول ما بنصحى من النوم ما بنبقاش يعني مدركين، او بنبقى نص نايمين يعني في الحلم ونص في الواقع. فعايزين الويف دي من البرين، من العقل. بنعمل مانيفستيشن الروتين اول ما بنصحى من النوم. جيبي ورقه وقلم، اعملي برين دامبنج، كل حاجه بتتخيليها حاساها عايزاها اكتبي كل حاجه، طلعي السواد والبياض، كل حاجه انت كده حاساها جواكي فضيها على ورقه وقلم. فاول حاجه جيبي ورقه وقلم، اكتبي كل اللي انت حاساه وبتحسيه وعايزاه وبتتمنيه. تاني حاجه الجراتيتيود، تمارسي ممارسات الشكر، تكتبي من 3 ل5 أو ل10 حاجات انت شاكره ربنا عليهم وشاكره ان هم عندك، سواء اكل في الثلاجه، سواء زوج حنون عليكي، سواء صاحبه كويسه معاكي، شغل بيديكي فلوس كل شهر حلو، انجاز حققتي. اكتبي كل حاجه شاكره ربنا عليها. اكتبي ان انت بصحتك جميله، بتهتمي بنفسك، معاكي فلوس تشتري اللي نفسك فيه، عندك كهرباء في البيت، عندك اكل في الثلاجه، عندك ميه في الحنفيات. اكتبي كل حاجه شاكره ربنا عليها او حاسه ان هي عندك، لان ممارسات الشكر يعني كل ما بتشكري اكتر كل ما بيجيلك اكتر بكتير من اللي انت فيه، كأن كده هي طاقه حلوه بتجيبي اكتر. ولئن شكرتم لازيدنكم. فلو شكرتي ربنا اكتر هيديك اكتر، وحمدتك على كل حاجه انت نفسك فيها. اشكري دايما على الحلو، ما تقوليش على الوحش، لان دايما في ناس تقعد تشكر على الوحش. لا، اشكري على الحلو عشان ربنا يزيدك من الحلو. دايما خليه كده، اكتبي كل يوم يا جماعه، ده بشكل يومي، day to day daily. في حاجه كمان يا جماعه عايزه اتكلم عنها، ان اليوجا من الحاجات اللي ساعدتني كتير جدا ان اوصل للمانيفستيشن بشكل، او ان انا امارس المانيفستيشن بشكل اصح او ادق، او ساعدتني كتير على التركيز والريلاكسيشن، وازاي اقعد صح، وازاي اتنفس صح، وازاي افكر صح، وازاي اطلع الطاقه السلبيه مني في الوقت الصح. يعني اليوجا دي كده عامله زي الدكتور النفساني بتاعي اللي ماشي معايا مدى الحياه. احلى صديقه ليا فعلا اليوجا. تالت حاجة في الروتين محتاجاكم تعملوها هي ممارسة المديتيشن. عايزاكم كل يوم كده أول ما تصحوا من النوم تقعدوا دقيقة لدقيقتين على قد ما تقدروا، 5 دقايق 10 دقايق، تعملوا مديتيشن. تقعدوا كده على الأرض، يفضل حتة طبيعية وسط الخضار، لو مفيش مش مشكلة في أوضة نومك. نقعد كده ظهرنا مستقيم، ساحبين بطننا لجوه، ايدينا الاتنين على الركبتين، نغمض عينينا.
ليه نغمض عينينا؟ لان لما بنغمض عينينا بنمنع اي ديستراكشن، ما بنركز مع اي حاجه حوالينا، بنركز عينينا بتبقى باصه جوانا، بنركز مع الانر سول بتاعتنا، بنركز مع روحنا وجسمنا وعقلنا وروحنا وتفكيرنا لجوه. فانا في المديتيشن عايزاكم بس تفكروا وتركزوا جواكم، فبنغمض عينينا وعايزاكم تقعدوا لدقيقه دقيقتين ما تعملوش حاجه، ركزوا بس في التنفس بتاعكم. عقلكم طبيعي هياخدكم ويجيبكم ويوديكم، تسمعوا صوت حاجه تفكركم بحاجه، تسمعوا صوت تكات الساعه، عادي، خليه يروح مطرح ما هو عايز. ما تعمليش فورسنج لعقلك لاي اتجاه، خليه يسرح بخياله ويروح اي حته. مره في 2 في 3 هتتعودي ان انتي تعملي مديتيشن بشكل اكتر ريلاكسنج. وفي تريك حلوه قوي اتعلمتها في اليوجا عشان تمنعي تشتت العقل من التفكير وان هو يروح ويجي في تفكير كتير. لما بنغمض عينينا بنحاول نبص على الحته دي، يعني كده بالظبط، بس بنغمض عينينا وعينينا الاتنين تبص على السيرد، بيسموها في اليوجا السيرد اي، دي العين التالتة بتاعتنا. فلما بنغمض عينينا ونركز على التنفس ونبص على السيرد اي ما بين الحاجبين، المنطقة دي بالذات، نبص هنا هتلاقي ان انت عقلك اصلا ما بيروحش، يعني ما بيسرحش كتير. هيبقى فيه صعوبة شوية ان انت تركزي ان انت تفضلي باصة على المنطقة دي، بس هيساعدك كتير جدا ان انت تركزي ان انت ما تفكريش في حاجة، بس تعملي ريلاكسنج لعقلك. فتعملي من دقيقة لدقيقتين على قد ما تقدري مع تمارين تنفس، تركزي على ان انت تملي الرئتين بتاعتك هواء اول ما تصحي من النوم، تعبيها اكسجين بيور كده، دخلي كمية اكسجين واشربي مية كتير جدا الصبح. رابع حاجة الفيجواليزيشن. لما انتي مغمضة عينيك كده مركزة على التنفس، بتبصي ما بين عينيك الاتنين، بتتخيلي الحلم والهدف اللي انتي بتتمنيه وتتخيليه ونفسك تحققيه، تتخيليه دايما ان انتي حققتي الهدف ده، وعيشي المشاعر وجواكي، حسي بالانجاز. ايه لما انتي توصلي للهدف ده هتحسي بايه؟ ان انتي فخورة بنفسك، سعيدة في قمة السعادة. عايزاكي تحضري كل المشاعر دي اول ما تصحي من النوم في الروتين بتاع المانيفستيشن. اضافة ان انتي كمان تضحكي، ايه ده انا حققت الهدف بتاعي ده، ايه ده احساس حلو قوي، الله يا انا نفسي في الهدف ده، انا مبسوطة قوي ان انا هعرف احقق الهدف ده وان انا هوصل له. فدايما تخيلي الحاجة بالشكل الايجابي، تخيلي ان انتي وصلتي للهدف، تخيلي ان انتي في البروسيس اللي هتوصلك للهدف بتاعك، الخطوات اللي انت بتاخديها كل يوم عشان ما تمليش، عشان ما تحسيش بالملل بسرعه. دايما حضري الاحساس ده عندك بشكل مستمر عشان تنبسطي وتدي لنفسك موتيفيشن، ودايما تتخيلي الحاجه في صورتها الايجابيه. ليه قلت لكم نخلي المانيفستيشن روتين في الصبح اول ما تصحي من النوم؟ لان زي ما قلت لكم عايزاكم تحضروا عقلكم وتحضروا روحكم وتحضروا جسمكم تجاه الهدف الكبير اللي انت بتتمنيه. لان اول ما بتحضري الحاجات دي الصبح، اول ما زي ما بتروحي المدرسه بتحضري شنطه المدرسه عشان تبقي او الشنطه اللي هتاخديها معاكي الشغل فيها كل حاجه عشان تبقي مستعديه للشغل. فانا عايزاكي كل يوم تصحي بدري تبقي مستعديه لتحقيق الهدف بتاعك ده لغايه ما تحققيه. فالفكره لما بنعمل المانيفستيشن روتين الصبح بدري قوي بناخد كل الطاقه الايجابيه، بنحضر كل المشاعر الحلوه، السعاده، الاكسايتمنت، الموتيفيشن، الانسبيريشن، بنحضره اول ما بنصحى من النوم مع البرين ويف اللي احنا عايزينها دي، بناخدها معانا على طول اليوم. فبنبقى طول اليوم حاسين بالنجاح، حاسين بالفخر، حاسين باحساس حلو، حاسين بتحقيق اهداف. ما تنسوش تاخدوا بالكم من الساينز اللي بتحصل على مدار اليوم تجاه الهدف والحلم، دي هتديكم كده زي نفحات جوي اكتر خلال اليوم. فالفكره ان احنا بنحضر الاحاسيس الحلوه والطاقه الايجابيه كلها في بدايه اليوم، وبتستمر معانا على مدار اليوم لغايه ما بننام. لان المشاعر الحلوه دي كلها بتعمل امباورنج للجسم على مدار اليوم، فتحسي ان انت عندك طاقه وحيويه ان انت على مدار اليوم تساعدك، تخليكي اوبتيمستيك، متفائله، تحسي ان انت كل يوم I can do it there is no impossible، مفيش مستحيل، هعمل كل حاجه انا بتخيلها وبتمنى احققها.
خامس نصيحه في المانيفستيشن روتين حابه اقول لك عليها، لو انت لسه في بدايه المانيفستيشن ولسه ما عندكيش خبره بالمانيفستيشن، انت تعملي فيجن بورد. علقي بورد كده، لوحه تحطي عليها كل الاهداف والاحلام وكل حاجه بتتمنيها ونفسك تحققيها، وتحسي كده ان هي دايما تحطيها في مكان انت دايما شايفاه قدامك، يعني سواء على المرايه، على الدولاب، على السرير بتاعك، على المكتب اللي بتشتغلي عليه حتى في البيت او في الشغل، او حتى على الديسكتوب بتاعك، على اللابتوب بتاعك، على الخلفيه بتاعت الديسكتوب بتاعك، او في اي مكان، شنطه ايدك. انا عايزه الورقه دي او البورد دي دايما كده عينيك راحه جايه متخيلاها كده زي حاجه كده خياليه قدامك، كل ما بتحركي عينيك بتشوفي الفيجن بورد قدامك، لان دي بتديكي موتيفيشن حلو ان انت تكملي تجاه تحقيق. وكمان ما تنسيش ان انت عندك اهداف واحلام، بلس ان انت ما بتفقديش الشغف ان انت تحققي الهدف والحلم ده. في نهايه الفيديو حابه اقول لك ان المانيفستيشن سكيل انت بتبنيها جوه نفسك بنفسك، مش محتاجه مساعده اي حد خالص حواليكي، ودي حاجه جميله جدا ان احنا مش محتاجين حد ان هو يعمل لنا empowering. انت اللي بتعملي empowering لنفسك عن طريق المانيفستنج كل يوم بشكل مستمر. ما تفقديش الامل، ما تفقديش الشغف. انا عملتها ونجحت فيها، انت كمان تقدري تعمليها وتنجحي فيها. اكتبوا لي ارائكم في الكومنتات عن حلقه النهارده، ولو تحبوا اعمل لكم فيديوهات اكتر من النوعيه دي عن المانيفستيشن وازاي تقدري تعملي مانيفستنج بشكل صحيح، وازاي تقوي السكيل دي عندك. ما تنسوش تعملوا اشتراك بالقناه وتفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصل لكم الفيديوهات الجديده. انا فول تايم ترافلر، والاول مره يشوفني انا شيماء. بعمل لكم فيديوهات عن الهيلثي لايف ستايل، ازاي تحققي كل احلامك، ازاي انا كمان حققت كل احلامي وبحقق احلام كتير، وازاي بسافر وبلف العالم. سايبه لكم لينك على الانستجرام تقدروا تحجزوا سيشن برايفت يوجا معايا اونلاين، او تعملوا معايا كونسلتيشن ازاي بسافر على ميزانيه بسيطه، ما بصرفش كتير، يا دوبك بصرف على الطيران وشويه اكل بسيط، لكن انا بقعد في قصور وبيوت جميله جدا، اكل ببلاش واقامه ببلاش، وبسافر كل مكان انا عايزاه. فما تنسوش تتابعوني على الانستجرام، ودايما بعمل لكم ستوريز جميله جدا على الانستجرام هيلثي تيبس اند تريكس. واشوفكم في فيديو جديد. باي باي. والجسم I can't focus. Yeah, because of you. Me? I'm not brushing my teeth. Okay, I almost finished. على عمالة ألعب بالسيستم. دي الريزيستنت باندز اللي انا بلعب كل يوم يوجا هنا. What are you doing? What are you doing, you little thing? Huh? That's mine. على طول اصحى الصبح الاقي الشرابات متنفوره في كل حته. النهارده اكتشفت الريزيستنت باندز، قاعده بقى بتلعب.